طبعا ماذا نقول عن الشهيد البطل اللي هو الركن صالح سيف؟ نقول عن صالح بأنه يافعي قايد بطل، وأنه لوا صنديد من نسل الأسود الضاريات، وأنه لوا شامخ شموخ الكون ما حد له يصل، وأنه مثال المرجلة والفخر رمز التضحيات. نقول عنه القيد ابن القيد عنوان الأمل، ونقول عنه الوحش ابن الوحش رمز الأمنيات. نقول عنه الديب ابن الديب قهار الدول، ونشبهه بالشمس والمريخ ذيه النيرات. صالح ذي الثورات والقوات دايم له ثقل، صالح هو الأسطول ذي خلى المدافع حاميات. صالح في ساحل الحرب كالبركان ناره تشتعل، صالح مذوقهم مكبدهم مجازر داميات. أنا أذكرها في الحرب مثل الديب في راس الجبل، على العدا يهجم ويتوجه بكل الآليات. كم كان يحرقهم بضرباته وكم فيهم قتل، كم كان يحرقهم بضرباته وكم فيهم قتل. كانت حياته كلها ضد العدو مهاجمات. أنا أذكرها في الحرب مثل الذيب في راس الجبل، على العدا يهجم ويتوجه بكل الآليات. كم كان يحرقهم بضرباته وكم فيهم قتل. كانت حياته كلها ضد العدو مهاجمات. والله ما في يوم من عمره قزعل بلا عمل، والله ما في يوم من عمره قزعل بلا عمل، بل كان كل الوقت يقضيها يرشم جنزرات. ساعة يهندس قنبله وأحيان يقضيها عجل. في الأمن كان العم يمسي بالعيون الساهرات، كانت عيونه لامعة بالعدل وتلم الشمل، أما حروفه لا نطقها كالرصاص الناريات. هذا الذي تقدر تقوله لو أحد عنه سأل. إذا ذكر لك اسم صالح قوم ووقف له ثبات، إذا ذكر لك اسم صالح قوم ووقف له ثبات.